العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإيطالية نحييكم. نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستل ومعكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة شفاء 2 من المصابين بفيروس كورونا الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى، وذلك بعيد إجراء التحاليل الطبية اللازمة عليهم في المختبر الوطني، وقد أرسلوا اليوم 25 من أبريل إلى منازلهم. يذكر أن 11 مصابا كان قد تم توديعهم إلى بيوتهم بعد شفائهم، ليبلغ إجمالي عدد المشافين من الفيروس 13 شخصا. وحتى الآن بلغت حالات الإصابة في البلاد بمرض كورونا 39 حالة إصابة. وزارة الصحة 25 من أبريل 2020. لمواجهة ومكافحة جائحة فيروس كورونا الذي أصاب حوالي 3 ملايين شخص وحصد أرواح حوالي 200 ألف شخص حول العالم، أصدرت بالبلاد تعليمات إلزامية تتطلب تنفيذا وتطبيقا كامل من أجل سلامة الشعب والوطن. ويجب على كافة المواطنين المساهمة الواعية لتصحيح المخالفات النادرة وقاية من هذه الجائحة. وتذكر المخالفات التي تم رصدها اليوم 25 من أبريل في العاصمة أسمرة، والتي تعرض لمخاطر جمة على ضرورة اتخاذ خطوات صارمة بعد إجراء دراسة معمقة في المناطق التي تظهر فيها مخالفات متواصلة. وأصدرت قوة المهام العليا لمكافحة ووقاية كورونا في 22 من أبريل تعليمات توضح تمديد التعليمات التي صدرت في الأول من أبريل، باعتبار أن الجائحة لا زالت مغلقة، لذلك يجب تطبيقها في كل مكان وزمان. ويجب الإشادة كذلك بوعي المواطنين الراسخة في أساليب الوقاية من فيروس كورونا وقاعدة التباعد الاجتماعي وأهمية النظافة، إلا أن فهم كارثة الوباء بدأ يتدنى، لذلك ينبغي على المواطنين التعامل مع الفيروس بجدية تامة. في خضم حملة التبرعات التي يقوم بها المواطنون في الداخل والخارج بصورة مكثفة، تم التبرع بأكثر من 25 مليون نقفة لتنمية صندوق تصدي جائحة كورونا بحسب ما أفادت التقارير اليومية لوزارة الصحة. وفقا للتقارير تبرع موظفو وزارة التعليم ب15 مليون نقفة، وموظفي وزارة الزراعة في المكتب المركزي والأقاليم بأكثر من 6 ملايين و200 نقفة، وأعضاء وزارة الإعلام براتبهم الشهري أي ما يعادل 1,219,000 نقفة، وموظفي وزارة العمل والرعاية الاجتماعية المكتب المركزي، ومؤسسة العكازات البشرية، ومؤسسة رعاية الأيتام، ومعسكر المعاقين في دندن ب835,000 نقفة، وجمعية موظفي وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ب20,000 نقفة، والمكتب المركزي للاتحاد الوطني للمرأة الإريترية ب400,000 نقفة، وموظفي وزارة العمل والطاقة ب250,000 نقفة، وموظفو بالدخول الإنشاءات العامة ب150,000 نقفة. كما تبرعت اللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الوطنية 200,000 نقفة، وخدمات المراجع 200,000 نقفة، ومنتجي الألبان في مندفر 100,000 نقفة، ومؤسسة المواشي والقلال فرع مديرية دقم حارة 64,319 نقفة، وجمعية تدريب القيادة في الإقليم الأوسط 50,000 نقفة، وخدمات المياه الشعبية في منطقة تكراريد 50,000 نقفة، ولجنة مياه منطقة عد إبراهيم 40,000 نقفة،
ودير سلام مدهن عالم 50,000 نغفة، وعمال تكنو جاردن 41,533 نغفة، ومؤسسة واسكو 14,080 نغفة، وجمعية عمال شركة بادمة للبناء 10,000 نغفة، وشابات المهنيات لمؤسسة التعليم العالي 5,000 نغفة، ومؤسسة ماتيوس جبريل هواريات للرخام 5,000 نغفة، ومؤسسة طواحين أسمرة باسم السيد جبراب زكريات 5,000 نغفة، وصاحب أنان للتجارة العامة 2000 نغفة، وجمعية الزراعة التعاونية 500,000 نغفة. في غضون ذلك تبرع الشاب الكفيف داوود برهي راتبه الشهري الذي يتغاضاه من وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أي ما يعادل 990 نغفة، وعدد من المواطنين ب 440,000 نغفة. كما ألقى السيد محمد انقدا المقيم في ألمانيا إيجار أسرتين مستأجرة لمنزله في مديرية سنبل ابتداء من أبريل وحتى يزول فيروس كورونا من البلاد. والسيد سلومون هبدتين المقيم في هولندا إيجار أسرتين مستأجرة لمنزله في إنداجرمن بالعاصمة أسمرة لفترة 3 أشهر ابتداء من مايو المقبل. تقوم اللجان القائمة لمساعدة المحتاجين في مديريتي حقات وحلحل في إقليم عنسبة باتخاذ مبادرات ساهمت في إنجاز مهام ملموسة. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية تطبيق التعليمات الصادرة كما يجب ومساهمة الشباب الطوعين في هذا الجانب وجمع المساعدات من المحسنين. وفقا للمبادرات المتخذة تبرع سكان 8 إدارات ضواحي في مديرية حلحل ب 120 كنتالا من الذرة ل 480 من المحتاجين. كما تبرع سكان 8 إدارات ضواحي في مديرية حقات حوالي 232 كنتالا من الذرة. وأصحاب المؤسسات التجارية والتجار في مدينة حقات تبرعوا ب 32 كنتالا من الذرة و30,000 نغفة ل 126 أسرة محتاجة. كما تبرع مستشفى الجلاس العسكري ب 15 كنتالا من السكر والعدس والأرز والدقيق و40 لترا من الزيوت للمحتاجين. وسلمت صاحبة فندق أمان هوتيل في مدينة حقان فندقها لوزارة الصحة حتى يزول المرض من البلاد. وتفيد المعلومات الواردة عن اتخاذ خطوات قانونية سريعة على 8 مؤسسات تجارية زادت أسعار السلع في مديرية حلحل. يقوم سكان الإقليم الأوسط بدعم المحتاجين ماليا وعينيا بطريقة أكثر تنظيما. وقدم 113 من المهتمين في مديرية ترافولو 328,000 نغفة نقدا و55 كنتال ذرة ل 328 محتاج في المديرية. وألقى 76 مؤجر إيجارات شهر إلى 4 أشهر من 251 مستأجرا في مديرية غودايف وال11 مستأجرا السكن مجانا حتى زوال وباء فيروس كورونا. ومواصلة مجانية السكن ل 34 مستأجرا كانوا يسكنون مجانا من قبل ليكون مجموع المدعومين 296 مستأجرا. وتلقى 70 محتاج دعما عينيا بقيمة 20,170 نغفة قدمها 54 مواطنا في مديرية براديزو. وتقديم أحد المواطنين المقيمين في المهجر لمخبز الأسبوع ل90 أسرة بقيمة أكثر من 5,000 نغفة. وتقديم مخبز رقاش الخبز ل7 محتاجين ومواطن آخر الخبز ل10 محتاج لمدة شهر. وقررت مواطنة مقيمة في أمريكا إقامة مستأجر منزلها دون إيجار حتى زوال كورونا، بينما ألقى مواطن مقيم في أمريكا إيجار شهر من 6 مستأجرين لمنزله في وكدوبا. وقدمت صاحبة مغلق إيروساليم لقطع القيار ماكينة غسيل الملابس ومواد نظافة لوزارة الصحة بقيمة 52,000 نغفة. وقدم أعضاء الأمن الوطني مواد غذائية ل80 محتاجا بقيمة أكثر من 80,000 في عرض ربوع بمديرية قال نفحي. وقدم مواطنا من أسمرة 10 كنتال ونصف الذرة لمساعدة المحتاجين. وقدم متجر سيفورا لمواد البناء بعلاج حمص أجهزة رش المبيدات بقيمة 12,750 نغفة لوزارة الصحة. وترك السيد يوب كحساء المقيم في كندا إيجار 9 من مستأجرين منزله في علاج حمص. وألقى أخوة المقيمون في السعودية إيجار شهرين من 3 مستأجرين في فيا جدة. والسيد أسمران قبر سلاسي وزوجته أزيب هيلا مريم المقيمان في هولندا إيجارات شهرين من 6 مستأجرين في حزحز. وقدمت جمعية إبتر جرمن إلى جانب تبرعها سابقا بمبلغ 35,000 نغفة
بمساعدة 50 أسرة محتاجة في قذائف بقيمة 25,000 نقفة. يواصل سكان مديرية دقم حرب بمساعدة المحتاجين القابعين في بيوتهم تماشيا مع التعليمات الصادرة لمكافحة وباء فيروس كورونا. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإثرية أن الدعم اشتمل على المبالغ المالية والمساعدات العينية وإلقاء مدفوعات إيجارات المنازل من شهر إلى 3 أشهر. من ناحية أخرى عثر على 320 كنتالا من الذرة مخفيا في أحد المخازن في انتهاك للتعليمات الصادرة لفترة وباء كورونا العصيبة التي تحتاج للتعاضد والتكافل. وقررت لجنة المهام في دقم حرب بيعه بأسعار مناسبة للمحتاجين. وفي مديرية دبروة قدمت 3 مرافق خدمية مساعدات بقيمة 22,500 نقفة ل50 محتاجا. في غضون ذلك قرر السيد بيتروس زاموي المقيم في السويد إلقاء مدفوعات إيجار منزله لشهرين ل3 أسر، كما ألقى السيد محري دخلتين إيجار شهرين لأسرتين في منزله. سيداتي سادتي، إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد. يواصل تفشي فيروس كورونا التراجع في الكثير من أنحاء آسيا وفقا لأرقام المشجعة توالت خلال الساعات الأخيرة. ففي الصين، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في أواخر العام الماضي، لم تبلغ السلطات عن أي حالات وفاة جديدة لليوم العاشر على التوالي، إلى جانب 12 حالة إصابة جديدة فقط، 11 منها جاءت من الخارج، وانتقال محلي واحد في مقاطعة جيانغ الشمالية الشرقية المجاورة لروسيا وفقا للجنة الصحية الوطنية. وأبلغت كوريا الجنوبية عن 10 حالات جديدة في اليوم الثامن على التوالي، الذي تقل فيه الزيادة اليومية عن 20 حالة، ولم تحدث وفيات جديدة لليوم الثاني على التوالي. وأعلنت الهند تخفيف الإغلاق الصارم لنحو 1.3 مليار شخص، مع إعادة فتح محلات الأحياء والمتاجر التجارية المستقلة. وأبلغت الهند عن أكثر من 18,600 حالة إصابة و775 حالة وفاة. أعرب كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي مع المملكة المتحدة بشأن علاقة ما بعد بريكسيت ميشيل بارنيه خلال مؤتمر صحفي عن الأسف لعدم إحراز تقدم ملموس، وذلك عقب جولة ثانية من المحادثات مع البريطانيين. وقال المسؤول الأوروبي أن الهدف الذي كان يقضي بإحراز تقدم ملموس أنجز جزئيا، مضيفا أنه ليس بمقدور المملكة المتحدة رفض تمديد العملية الانتقالية. وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير الماضي، ومع ذلك لا تزال هناك فترة انتقالية حتى نهاية العام. ويخوض الجانبان حاليا مفاوضات تستغرق 3 أسابيع عبر تقنية الفيديو بسبب تدابير مواجهة تفشي فيروس كورونا. قال الجيشان الأمريكي والتايواني أن سفينة حربية أمريكية مرت عبر مضيق تايوان للمرة الثانية في غضون شهر، وسط تصاعد التوتر بين تايوان والصين، وفي وقت تمر فيه حاملة طائرات صينية بالغرب من الجزيرة. وغضبت الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها بسبب زيادة الدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجزيرة، ومثل زيادة مبيعات الأسلحة وتسيير دوريات أمريكية بالغرب منها. وقالت وزارة الدفاع التايوانية أن السفينة الحربية الأمريكية اجتازت مضيق تايوان الذي يفصل بين الجزيرة وبر الصين الرئيسي متجهة نحو الجنوب، وستواصل الإبحار في هذا الاتجاه. وأعلنت تايوان أن مجموعة حاملة طائرات صينية أبحرت نحو الجنوب منها عبر قناة باتشيا التي تفصل بين تايوان والفلبين، وكانت تتجه نحو الشرق. تستخدم قوات الشرطة في الإمارات العربية المتحدة خوذات ذكية يمكنها قياس درجة حرارة مئات الأشخاص كل دقيقة في إطار الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. ويمكن لهذه الخوذات التي تحتاج لوقت أقل ومسافة أقصر من أجهزة قياس الحرارة التقليدية
قياس درجة الحرارة منه على بعد 5 أمتار، وتستطيع فحص ما يصل إلى 200 شخص في الدقيقة، وتصدر الخوذة إنذارا في حالة رصد شخص مصاب بالحمى. وتستخدم شرطة دبي الخوذات لفحص الناس في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، بما في ذلك الأحياء المغلقة. بهذا وصلنا إلى ختام هذه النشرة. تقبل الله صيامكم وقيامكم، ودمتم في أمان الله.